في بطولة الدوري فقط. ادي الكرة بينية ناحية يمين، احمد سمير سندها حلوة جدا وضربة جزاء. ضربة جزاء يا في دقيقة 22 يحتسب حكم اللقاء جهاد جريشة ضربة جزاء. ضربة جزاء. ادي الكرة هنشوفها احمد سمير. يا سلام يا احمد يا سمير، عملها من لمسة واحدة. روعة 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 روعة. جت في ايده، جت في ايده. شوفها اهي تاني. هشام عبد الرؤوف بيكلم الحكم بيقول له مش متعمده، بس بيني وبينكم هي متعمده. نشوفها تاني من الزاويه دي تبان احسن. مخرجنا احمد الهون اهو اهي حاطط ايده ورا ظهره، انما الكوره جت في ايده اهو. الكوره جت في ايده اهو، مسافه قصيره يعني فيها كلام مش احنا اللي نحكم عليه يعني. شوف في استاد النيل طبعا النهارده مع زميل طارق رضوان التعليق على هذه الكرة، لكن هي حلاوة اللعبة ديت في اللمسة الواحدة اللي عملها أحمد سمير. هنشوف أحمد عيد وضربة الجزاء. هل في ضربات جزاء في الملاعب الأخرى؟ أحمد عيد وتيجي في القايم وتخش. الهدف الأول لنادي الزمالك هذا الموسم بتوقيع أحمد عيد. يا أحمد عيد حطها إيه زي البلياردو، تيجي في القايم اليمين وتخش شباك مرمى النادي المصري. وكأن احمد عيد بيقول للكرة بقى يا شيخ اخشي. الشناوي مش سامح باي حاجه تعدي، ما كانش فيه حل الا ضربه ثابته، وضربه ثابته بتوقيع احمد عيد يفتتح بها التسجيل لنادي الزمالك، ليس فقط في هذا اللقاء ولكن في هذا الموسم. كما افتتح مصري عن طريق عمرو موسى، اتقطعت منه والهجمه المرتده تبقى في منتهى الخطوره. هاني سعيد، هاني سعيد عملها حلوه جدا. وثلاثه 2 على 2 2 على 2 وحلوه. والهدف الثاني الله احمد علي. يا بينشن بالنبله، بينشنها بالنبله احمد علي. وجول تاني جميل جدا. يا هجمه مرتده نموذجيه. 2 على 2 2 على 2. لكن البدايه منين؟ البدايه من هاني سعيد في نص الملعب. البدايه من هاني سعيد. وادي احمد علي بثقه عاليه جدا وقف وعدل ورقص. بص الكره، بص الكره اتلعبت بينها ازاي. يا سلام لاحمد علي، والترقيصه حلوه جدا وحطها جميله جدا في المرمى. يا سلام، هداف قدير.